بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.1. فاكرين الكونسبت ده كان بيتكلم عن ايه يا شباب؟ كان بيتكلم عن effects of gravity، يعني تأثيرات الجاذبية. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ليسون 3، بس في البدايه وكالعاده في بدايه كل حلقه افكركم بحاجه صغيره، انكم تجيبوا كل الادوات اللي انتم محتاجينها، ورقه او قلم والكتاب بتاعنا او المذكره بتاعتنا، عشان نذاكر مع بعض واحنا بنتفرج على الحلقه، واللي احنا بنسمعه وبنشوفه كمان نكتبه، علشان بمجرد ما نخلص مشاهده الحلقه بتاعتنا يكون ذاكرنا الدرس اللي احنا حضرناه سوا. ودلوقتي هخرج فاصل صغير جدا وارجع لكم بعد الفاصل عشان نرجع نكمل مع بعض. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ليسون 3 في كونسبت 4.1. هنبدأ النهاردة ان شاء الله بالاكتيفيتي نمبر 8 او بالنشاط رقم 8، اللي هو بيقول لي ايه بقى؟ What does down mean؟ يعني ماذا يعني السقوط؟ يعني ان الحاجة تقع ده معناه ايه؟ حاجة تسقط لأسفل او تسقط باتجاه الارض ده معناه ايه؟ في البداية كده هناخد سؤالين مع بعض عشان نفتكر شوية معلومات من اللي احنا قلناهم الحلقة اللي فاتت، وبعدين ندخل في الاكتيفيتي بتاعت النهارده. بيقول نمبر 1 if you jump up into the air you will land on the ground. يعني لو قفزت لأعلى في الهواء سوف تهبط على الأرض، هتسقط على الأرض. رايت ولا رونج؟ طبعا رايت، برافو عليكم. ليه؟ due to gravity، بسبب الجاذبية. طيب نمبر 2 بيقول لي gravity cannot affect the direction of objects. يعني الجاذبية لا تستطيع التأثير على اتجاه الجسم أو اتجاه الأجسام. رايت ولا رونج؟ طبعا الكلام ده رونج. ليه؟ لأننا لما حدفنا الكرة لفوق اتجاهها اتغير ونزلت تاني لتحت، يبقى بيغير الاتجاه، صح كده؟ الجرافيتي بتغير الدايركشن. برافو عليكم. طيب في الاكتيفيتي دي بقى هنعمل ايه؟ قال لي in this activity، في الاكتيفيتي دي we will investigate the angle at which the object is pulled towards the ground by the force of gravity. يعني احنا عايزين نتحقق من الزاوية اللي بيها الاوبجكت بيتشد او بيتسحب ناحية الارض بسبب قوة الجاذبية. يعني من الاخر كده هنعمل اكتيفيتي نقيس من خلالها الانجل او الزاوية اللي الجسم بيسقط بيها ناحية الارض، وده تحت تأثير ايه؟ قوة الجاذبية. تعالوا نشوف التولز او الادوات اللي احنا محتاجينها. قال لي احنا محتاجين several books، عدة كتب، متر ستيك، عصاية طولها متر، string حبل، small weight وزن صغير، تيب شريط لزق، بروتراكتور منقلة عشان نقيس بيها الانجل طبعا. تمام كده؟ طب دي التولز. ايه هي بقى الستبس؟ ايه الخطوات بتاعة الاكتيفيتي؟ اول ستيب معانا يا شباب او اول خطوة tie the string to the meter stick and use a piece of tape to hold it in place. Then attach the weight to the end of the string. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتربط الحبل بتاعك في العصاية الخشب دوت، وهتثبت الحبل دوت في النص بشريط اللزق، وهتربط في الناحية التانية الويت او الوزن الصغير في الحبل. طب وبعدين؟ قال لي suspend the meter stick horizontally between the box so that the string and the weight can move freely. بعد كده ابتدي ثبت او علق العصاية ديت بالعرض كده بشكل افقي اللي متثبت فيها الوزن، وسيبها تتحرك براحتها او سيب الوزن ده يتحرك براحته. طب وبعدين؟ قال لي بعد كده measure the angle between the meter stick and the string using the protractor. بعد كده قيس الانجل او الزاوية اللي عاملها الخيط مع الفيرتيكال لاين او الخط الرأسي اللي هو بيمثل الحبل ده بالطريقة اللي انتوا شايفينها. لو جينا نقيس الانجل بالطريقة دي في الوضع ده كده هنلاقي ان الانجل بتاعتنا 90 degree، عاملة رايت انجل، صح كده؟ طيب اكتب ده في الاوبسرفيشن.
قال لي الاوبزرفيشن بتاعتي او المشاهده بتاعتي the angle will be 90 degree because the gravity always pulls the object downward. يعني ايه؟ الزاويه هتبقى 90 درجه لان الجاذبيه بتشد الجسم دايما لاسفل. في الستيب نمبر 4 بقى يا شباب بيقول لي use several more books at the left side to tilt the meter stick up then measure the angle between the meter stick and the string at the right side using the protractor. يعني ايه؟ استخدم كتب كتير في الناحية الشمال عشان ترفع بيها العصاية كده وتخليها مايلة بالطريقة دي، وبعدين قيس الانجل اللي ما بين الناحية اليمين وما بين الخيط، شوفها هتطلع كام. لو انتوا واخدين بالكم في الحالة دي كده الانجل هتطلع less than 90 degree، اقل من 90 ولا اكتر؟ لا اقل. طب تعال نشوف الاوبزرفيشن. تعال نشوف الاوبزرفيشن. بيقول لي when the meter stick is tilted upward the angle between the meter stick and the string is less than 90 degree. يعني ايه؟ يعني acute angle، يعني زاوية حادة. زاوية ايه؟ حادة، اللي هي كانت في الصورة اللي فاتت. يعني الزاوية ما بين الميتر ستيك وما بين الخيط هتكون اقل من 90 درجة. قال لي طب تعالى كده نشوف الستيب نمبر 5 او الخطوة رقم 5. بيقول لي move some books away from the left side to tilt the meter stick down then measure the angle between the meter and the string at the right side using the protractor. يعني ايه؟ يعني استخدم الكتب وابعدها من الناحية الشمال وديها الناحية اليمين، وبعد كده قيس الانجل مرة تانية ما بين الميتر ستيك وما بين الايه؟ السترينج او الحبل بتاعنا، هتلاقيها more than 90 degree، اكتر من 90 درجة. قلت له طب اكتب لي الاوبزرفيشن دي. when the meter stick is tilted downward the angle between the meter stick and the string is more than 90 degree. يعني ايه؟ يعني obtuse angle، يعني زاوية منفردة. الزاوية اللي اكتر من 90 بتبقى زاوية منفردة. تمام كده يا شباب؟ طيب وبعدين قال لي في نوت كده صغيرة لازم تاخد بالك منها، ودي تعتبر اهم جزء في الاكتيفيتي بتاعتنا، لان انت مش هتحفظ الاكتيفيتي ولكن هتفهمها بس، وهتحفظ الكونكلوجن والتو نوتس او الملحوظتين اللي احنا هنقولهم دلوقتي. بيقول لي in this activity the factors that causes the change of the angle measurements are. العوامل اللي بتأثر على تغيير الزاوية او قياسات الزاوية في التجربة دي هم حاجتين اتنين بس. the tilt of the meter up and down، يعني الميل بتاع الميتر ستيك بتاع العصاية اللي طولها متر سواء up او down، فوق او تحت، يعني العصاية مميلة ازاي ومن انهي ناحية، ده كده اللي بيأثر على الانجل. كمان حاجة the movement of string، يعني حركة الخيط كمان بتفرق معايا. تمام؟ هي كمان اللي بتغير لي الانجل. طيب يا مستر وبعدين؟ قال لي وصلنا للكونكلوجن او الاستنتاج. انت فهمت ايه بقى من التجربة دي كلها؟ قال لي all objects on or near earth's surface are pulled down towards the center of the earth. كل الأجسام اللي موجودة على الأرض أو قريبة من سطح الأرض بتتشد لأسفل ناحية مركز الأرض. قلت له دي معلومة احنا عارفينها من أول ليسون. كمان as the tilt of the meter stick changed، لما الميل بتاع العصاية اللي طولها متر ديت اتغير the angle changed، كمان الزاوية اتغيرت. طب ليه؟ قال لي because the weight is always being pulled towards the ground، لأن دايما الوزن بتاع الجسم بيتشد لأسفل ناحية الأرض. تمام كده؟ كل اللي عايزه منك في الأكتيفيتي دي إنك تحفظ التو نوتس، تمام، اللي احنا اتكلمنا عليهم في السلايد اللي فاتت، اللي هي ايه العوامل اللي بتأثر على الأنجل. كمان تحفظ الكونكلوجنز أو التو كونكلوجنز دول الاستنتاجين اللي احنا لسه قايلينهم حالا. ودلوقتي وصلنا لأسئلة check your understanding أو أسئلة اختبار الفهم. هما سؤالين صغيرين جدا both right or wrong، بس هتحط علامة صح أو خطأ. طبعا أنا هقرأ الأسئلة وترجمها وحضراتكم هتوقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس. بيقول لي أول سؤال معايا any object is pulled towards the ground due to Earth's gravity. أي جسم بيتسحب أو بيتشد ناحية الأرض بسبب الجاذبية الأرضية. right ولا wrong؟ أنتوا اللي هتقولوا.
The direction of Earth's gravity is always towards the center of the Earth. اتجاه جاذبية الأرض دايما ناحية مركز الأرض. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتحددوا. يلا بسرعة وقفوا الفيديو واكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق ويا رب الحلقة يكون دمها خفيف عليكم ويكون فيها شوية معلومات بسيطة. أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.